السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير بصحه جيده. اليوم جيت وجبت لكم واحد الفطائر اللي كيجيو غزالين بزاف، فنين هشاشين، وان شاء الله نتمنى انكم تجربوهم الكوتي. وبالنسبه للبسبوسه ديالنا اللي كتجي غزاله ورائعه بزاف بزاف ورطبه، انا غادي نوريكم واحد الطريف منها. كتجي لذيذه وغزاله بزاف بلا بيض، بلا يعني نهائيا البيض ما كنديروش فيها، وتقدروا ديروها في الفطور، في الكوتي، فاش ما بغيتو ديروا في الغفله. وتا هاد الفطائر هادو اللي كيجيو لذاذين يعني تقدروا ديروهم بلاصه ديال البغرير، عوض البغرير. وغادي نخليكم حتى لاخر الفيديو. ما تنساوش لايك والاشتراك بطبيعه الحال، وشكرا لكم بزاف حباباتي، وتوحشكم كامل تحت التعليق ديالكم. بالنسبه للفطائر اللي غادي نوجد معاكم كيجيو غزالين للكوتي، انا غنقول لكم اش غندير فيهم. غنجيب هنايا يا اما مولينكس ولا اللي بغيتو، انا درنا الهاشوار ديالي بخطره باش تبقى لي انا فين يخمر. غادي نجيب كما قلت لكم على بركه الله. عندنا هنايا هانتوما شويه ديال الفينو، زلافه ديال الفينو. نجيب معلقه باش نخلط. كيجيو غزالين ما كيجيوش هادشي، جربوهم وردوا عليا. هانتوما عندي هنايا زلافه ديال الفينو، كندير فيها شويه ديال الملحه. ياك الفينو هو سبيسيال باش كيعرفوا. غادي ندير النواشف كامله. عندي هنايا غادي ندير واحد شويه ديال هنايا ديال الخميره المعجونه على حسب الجوده. راكم عارفين مع الصيف راه نديرو غير وحيده. غنديرو واحد خماره اللي هي بحال هكا وبيكربونات، واش كيقولوا مشات لي كاع سميتهم مشات السميه، خماره حمراء وصافي. غادي نديرو فانيلا، ممكن ديروا حتى قشور ديال الحامض، اللي عنده قشور الحامض، ما عندوش يدير غير هذه فاني. عندنا هنايا غادي نخلطوا قلت لكم هاد النواشف كاملين، وعندي بيضه حتى هي غادي نديرها، وغادي ندير واحد نقطه ديال الخل ولا شويه ديال الخل. تقدر طيح لي واحد الطريف هنايا ديال البيض ماشي مشكل. بالنسبه للطحين انا غادي ندير كاس ديال الطحين واحد، ولكن في نفس الوقت راه دايره انا الماء تيسخن. غادي ندير شويه ديال الماء سخون، غير شويه يدفى باش ممكن انني نخلط الخليط ديالي. بالنسبه للماء دافي اللي هو هذا، غادي نحاول نخلطها. غندير لها الطراب، ديك الساعه نرجع ندير لها الطحين. بعد ما خلطت الخليط ديالي كامل كما كتشوفوا هنا، غادي ندير واحد كاس ديال الفورص. تقدروا اللي بغى يذوب المقادير يذوبهم. بالنسبه لهذه انا كتعادل لي نص كاس الفورص، انا غندير جوج، يعني هي كاس الفورص هكا. وفي نفس الوقت انا كنخلط، ولا خاصني الماء راه كنزيد فيها الماء دافي. هانتوما بالنسبه لي انا ها هو الخليط ديالي، ها هو خلطته. غادي نخليه على الجنب باش يخمر ليا واحد شويه، غير شويه غيبدا يخمر. ملي غيخمر ديك الساعه غادي نبدا نطيبو. غندوز باش نحضروا ديك البسبوسه اللي قلت لكم. تيجيو غزالين في الكوتي بحال هكا، تيجيو بحال هكا الفطور، كيعجبوني الفطور. انا كنفضل هادشي الكوتي باش كتهناي في خطري، يعني كوتي والشا كلشي. انا غادي نرجع معكم نوريكم كيفاش كندير البسبوسه اللي كتجي بلا سميتو، ما فيهاش البيض وما فيهاش الليمون. البنات بالنسبه للبسبوسه غنقول لكم اش كندير فيها. انا كندير هنايا واحد جوج كيسان وربع ديال سميتو ديال السميده من هذا الحجم ديال العنبه، ولا ما يعادل هانتوما زلافه ولا 250 غرام ديال السميده الرقيقه بطبيعه الحال. هنا غندير جوج ديال الخمارات، ندير 3 جوج الخمارات. هنا فانيا، ممكن ديروا قشور ديال الحامض ولا قشور ديال الليمون اللي بغيتو. واحد دانون فاني كما كان الماركه ديالو، كيسان الحليب قلت لكم. نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر سنيده على حسب الذوق. بالنسبه للطحين الفورص ولا الطحين غادي نديرو جوج معالق ديال الفورص، جوج معالق صغار، المهم متوسطين. انا عارفه القياس ديالي. غادي نحيد هادشي جنب. كتجي بسبوسه غزاله بلا بيض بلا ما تمحني ما حتى شي حاجه. تقدر بعض المرات ما يكونش عندك البيض. هنا غادي نبداو بالزيت هي الاولى، بسم الله. غادي نديرو عليها هاد السنيده وغادي نخلطوها مزيان. من بعد غادي ندير هاد الدانون، اي ماركه ديال الدانون، المهم يكون فاني حتى هو زوين.
كتجي زوينه بزاف، الله يجربوها بلا بيض. كاين اللي عنده حساسيه من البيض، كاين اللي ما تيبغيش البيض، كل واحد وشنو. حنا غادي ناخذ 2 كيسان ديال الحليب، نحط لكم شويه باش يبان لكم. 2 كيسان ديال الحليب، بسم الله. يكون بارد ماشي مشكل. هانتوما 2 كيسان، حيدوها لجنب وغادي نخلطوهم مزيان 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 مزيان. وغادي نجيبو دوك 2 خمارات اللي قلت لكم، 2، وغادي نديروهم هنا. فاني وحده كما قلت لكم، ممكن تعوضوا الا ما كانش الفاني تقدروا ديروا قشور ليمون ولا حامضه. بهذا الشكل. وغادي نخلطوا مزيان جميع العناصر، كلشي خلطوه مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. ما نساوش الملحه، غير واحد شويه الملحه، شوي قبيصه المليحه بطبيعه الحال. وهنا غادي نديرو ديك السميده، نخويو غير بشويه، نحاولوا ما تجيش جاريه بزاف وما تجيش ثاني عاقده، عيننا ميزاننا. بالنسبه للخليط اللي عطيتكم انا، تقدروا كما قلت لكم تدوبلو، ديروا 3 ديال الكيسان وديروا زلافه ونص ديال السميده الرقيقه. بالنسبه للزيت راه غادي تزيدوا واحد شويه فوق نص كاس، وسميده على حسب الذوق كامله. ها هي حيدو هادشي تا هو جنب. وغادي نديرو دوك 2 معالق اللي قلت لكم ديال هذا الفورص. ها هو انا راه حاسباهم اصلا، عارفه القياس ديالي ديال المعالق ديالي. وغادي نخلطو كلشي مزيان. ماشي بشرط انكم تخلطوها بالطراب ديال السميتو، تقدري ديريها غير بيديك بحال هكا ياك، ولا تخلطوها بالمولينيكس اللي بغيتو. غادي ما تنجيب لكم الحاجه الساهله باش ما تمحنوا ما حتى شي حاجه. كما قلت لكم راه تيجي كوتي خفيف وزوين ومزروب، يعني تقدري توجدي هادشي كامل في ساعه ديال المكانه. هكا صافي، ونخليوها ترتاح. وديك الساعه ان شاء الله غادي نجيبوا لها المول اللي غادي ندير فيه. بالنسبه لي انا كندير هذا المول هذا، من الافضل تجي في المول ديال سميتو ديال الدجاج. المول ديال الدجاج كيكون زوين، كيجي ساهل اصلا بزاف كطيب. اللي بغات ديرها في المقله الثقيله ديرها في المقله الثقيله. من بعد هانتوما تشوفوا المول دهنته بشويه ديال الفورص ياك، بسم الله. ولا شربات لينا ديك السميده، دوك المكونات كاملين. غنجي دابا باش غادي نخويها، بسم الله. كما قلت لكم تقدروا ديروها حتى في هذاك في المقله الثقيله اللي كنطيبوا فيها الرغيف، حتى هي تجي فيها غزاله، خصوصا اللي كانت كبيره. غير هي ما كتجيش طالعه بزاف، راكم عارفين البسبوسه اللي بغات البسبوسه تجيها طالعه تدير مول مربع صغير هكا. وغادي ندخلها الفران اللي تيكون بارد ماشي سخون بزاف. انا عندي الفران ديال الغاز، غادي ندخلها الفران طيب. وديك الساعه نمشي باش نطيب الفطائر ديالي. بالنسبه للفطائر ديالي هانتوما شوف كيتيجيو غزالين ياك، راه ماشي بحال بغيتي خمره، راه غير شويه. جبنا المقله ديالنا اللي هي هذه. المهم انا سخنت واحد شويه، غادي نجي بحال هكا، غادي نخوي الخليط. شفتوا المقله راه سخونه، وغادي نديهم يطيبوا. هانتوما هي غادي طيب، هي كطيب وانا غادي نقلبها. غنجيب لها سميتو، شفتوا هي كطيب وانا قلبتها، نخليها طيب عاود. هانتوما بالنسبه ليا ها هما انا قربت نكملهم. شو كيجيو زوينين وغزالين. انا شويه حمرتهم باش يطيبوا مزيان. انا غنكمل معكم هادشي كامل ونرجع لكم. بالنسبه للبسبوسه ديالنا هانتوما طابت وجات عاليه ما شاء الله. غادي نجيب واحد كاس ديال الليمون ياك، كاس الليمون اللي بغيتو، وغادي نخوي عليها. ولا السيره من الافضل ديروا كاس ديال الليمون، انا كيعجبني الليمون. واللي ما عندوش مع الليمون بزاف يقدر يدير شويه السيرو ديال الحامض. وغادي نجيب واحد الموس وغادي نتكها باش تشرب ليا داك الحامض كامل. وغادي نجيب واحد شويه ديال الكوك وغادي نديروه من الفوق
تقدروا ديروا الكوك، ديروا الشوكولات اللي بغيتو. شوفوا نتوما اش كيبغيو لكم وليداتكم واش كتبغيو نتوما. انا هنا غادي ندير غير الكوك فقط، ندير واحد شويه هنايا باش نغطيها الجوانب، وغادي نخليها تتبرد مزيان. من بعد ما غتبرد ليا مزيان ديك الساعه عاد غادي نقطعها. انا ما غاديش نقطعها دابا، خليها ندخل للثلاجه شويه تبرد ليا باش ما تفرتتش. وبالنسبه للفطائر ديالنا ها هما كيتيجيو. انا غادي نرافقهم هنايا بواحد شويه ديال العسل اللي بغيتو، العسل والعسل بالزبده. ها نتوما تيجيو غزالين ورطبين ما شاء الله وفنين. ديروهم الكوت، ديروهم للفطور اللي بغيتو. هاد الكميه انا اللي خرجت لي يعني راه تبارك الله كبيره. هنا درت شويه ديال العسل عادي ودرت شويه ديال العسل بالزبده اللي بغا هكا واللي بغا هكا. وكانت هذه هي البسبوسه ديالنا. بغيت نقطعها لكم ولكن راه سخونه ان شاء الله. غادي نقطعها ونشوف. بغيتها تشرب ليا داكشي باش ما تفرتتش، فهمت؟ هي لما شدات راسها راه كتفرتت، كتجي غزاله وكتجي بكميه زوينه وكثيره. بغيتوها تجيكم عاليه، كاين اللي كيبغيها تجي عاليه دبل المقادير. انا ما بغيتها تجيني غير حتى هكا كتعجبني. ولا ديروا داك المول الصغيور هكا ولا هكا. صافي كانت هذه البسبوسه ديالنا وهذا هو الكوتي ديالي ديال وليداتي. شكرا لكم بزاف على خطتكم عليا، وان شاء الله غادي نرجعوا للروتينات ديالنا اليوميه اللي كنت كندير شحال هذه. وشكرا شكرا شكرا وبوسه لكم كاملين حباباتي. ما تنساوش اللايك والاشتراك بطبيعه